السلام عليكم أعزائي المشاهدين، تحية طيبة لكم مع حلقة جديدة من الكاف كأس أفريقيا 2023. طبعا بطولة الكاف شهدت مشاركة 24 منتخب. احنا راح نختص نوعا ما بالمنتخبات العربية، ويعني خصوصا في هاي الحلقة راح اختص بالمنتخبات العربية. راح اود يعني هو استفسار، هو تساؤل خليه يكون. 5 منتخبات عربية شاركت بالبطولة، اللي هي الجزائر، تونس، مصر، المغرب وموريتانيا. بالدور الأول فقدنا منتخبين عريقين اللي هم الجزائر وتونس. يعني مع الأسف جزائر 2014 جزائر 2019 تتوج باللقب. وين المنتخب الجزائري؟ وين القيادة للمنتخب الجزائري؟ المنتخب الجزائري من فشل إلى آخر. يعني ضياع بالدور الأول، كان المنتخب الجزائري ضائع. يعني أداء غير مقنع، نتائج سلبية، تشويه فعلا، تشويه للكرة الجزائرية. ننتقل إلى منتخب تونس، اللي يعني كان أكفد آمال على منتخب تونس، خصوصا أنه منتخب تونس يعني كأس العالم 2022 كان نوعا ما كان جيد. لاحظنا أداء سيء وعمل غير منتظم لمنتخب تونس والخروج من الدور الأول. عبرنا الدور الأول ب3 منتخبات نوعا ما، ويا المشاركين الخمسة 3 منتخبات جيد. ان حصلنا على 3 منتخبات بدور ال16، اللي هي المغرب ومصر وموريتانيا. نبدي بالمنتخب الموريتاني. المنتخب الموريتاني قدم مباراة جيدة امام الرأس الأخضر، يعني حسب امكانياته، حسب المتوفر قدم مباراة جيدة. خسر بالدقيقة 87 وودع البطولة. هارد لك المنتخب الموريتاني، هارد لك المرابطون. نتمنى لهم التوفيق بالبطولات والمستحقات القادمة. يعني أنا أشوف أن المنتخب الموريتاني راح يكون له فد تواجد، راح يكون له فد حضور أفضل من بعض المنتخبات، خصوصا مع التطور اللي جاي يحصل والاهتمام اتجاه موضوع كرة القدم في موريتانيا. المنتخب المصري، يعني نقطة نظام على المنتخب المصري. المنتخب المصري لازم أنه نتوقف على المنتخب المصري. المنتخب المصري وصيف 2021. المنتخب المصري منتخب ممتاز، منتخب عريق. يعني اوكي، ممكن يكون اكو خلل فني، ممكن يكون اكو تذبذب ببعض مستوى اللاعبين، ولكن انت اليوم من كرة القدم المصرية هي كرة ولادة. منتخب مصر افضل منتخب بافريقيا، اكثر من توج بالبطولة. يعني المنتخب الوحيد اللي اخذ 3 مرات على التوالي يمكن. وين منتخب 2010؟ جيل 2010 وين؟ خلاص انتهى، راح جيل 2010. الجيل الموجود يعني ما قاصر، ولكن شنو هالخربطة، شنو هالتذبذب؟ مع الأسف يعني خسارة أمام كونغو الديمقراطية، وبعد التعادل طبعا بالمباراة، تعادل 1-1، وخسارة بضربات الجزاء. ويعني على آخر ضربة جزاء يعني هو صار الخلل. ولكن يعني ما ممكن انه مصر توصل لهذا المستوى، انه توصل نفس ضربات جزاء وتخسر بضربات الجزاء. يعني أنا تابعت منتخب مصر من بداية البطولة. تأهل عبور من الدور الأول غير مقنع نهائيا، 3 نقاط ب3 مباريات، 3 تعادلات. شو وقت مصر تعبر بهاي الطريقة؟ ما ممكن مصر تعبر بهاي الطريقة. اجتازت الدور الأول، راحت الدور الثاني. منتخب كونغو الديمقراطية مقارنة ويا مصر لا شيء، يعتبر منتخب بسيط، كان ممكن عبوره بسهولة. ولكن منتخب مصر فشل بالعبور. عدة أسباب. ممكن الإصابات. طبعا يعني أكيد أولا الإصابات، غياب محمد صلاح، غياب الشناوي. عمر مرموش مصاب، ويعني حاول انه يلعب يتواجد بالملعب، ولكن اكيد الاصابة تأثر. النقطة الرئيسية هي المدرب. المدرب فيتوريا. المدرب فيتوريا صاحب فكر هجومي، معروف عنه انه هو صاحب فكر هجومي. الاسماء اللي موجودة ما ممكن تقدم اداء هجومي 100% داخل الملعب. لاحظنا انه 3 خطوط، اللي هي الدفاع والوسط والهجوم للمنتخب المصري، متقاطعة نهائيا، ماكو اي ترابط بيناتها. ليش؟ يعني الضخ الهجومي، محاولة تنفيذ لعب هجومي، خلى مصر تتلقى 7 أهداف في 4 مباريات، حصيلة جدا قاسية لمنتخب مصر. بالمقابل
اكو تطور، يعني تطور او حصان اسود، يعني نسميه من هاي الجوانب اللي هي المنتخبات الصغيره بافريقيا. وصلت خصوصا مثلا وصول الراس الاخضر، على الرغم انه هو يمتلك لاعبين محترفين باوروبا، ولو هي اغلب المنتخبات الافريقيه تمتلك لاعبين محترفين باوروبا على مستوى، يعني على مستوى عالي، ولكن اكو منتخبات من المستوى الثاني او الصف الثاني صعدت. ملاحظة أنا يعني حسب نظريتي اتجاه قارة أفريقيا والمنتخبات الأفريقية، المنتخبات الأفريقية دائما تكون مستوى متذبذب، تصعد توصل مرحلة جيدة، وورا فترة تروح تنسي، يتراجع مستواه بصورة مو طبيعية. دائما الأفارقة يعني هدفهم الاحتراف، هدفهم مادي اتجاه كرة القدم، الاستفادة المادية عندهم يعني نمبر 1 الاستفادة المادية اتجاه كرة القدم أو عن طريق كرة القدم. أوكي هذا الشيء مشروع، هذا الشيء طبيعي، ولكن ضمن معطيات إنه أنت ما تأثر على يعني مستوى منتخب، مستوى دولة، تمثيل دولة. فهذا الشيء يعني سلبي جدا صار بحق افريقيا والكرة القدم الافريقية، على الرغم انه تشوف لعبات افريقيا خصوصا يعني اكو تواتر بين الوقت اللي بيه كأس اسيا وكأس افريقيا، ماكو تشابه بالاداء وباللعب، على الرغم انه التنظيم الاسيوي جدا عالي جدا عالي من ناحية المنتخبات، امكانياتها، تنظيمها افضل من افريقيا بهواية، ولكن الكرة الافريقية تمتلك لمسة غير موجودة باي مكان. يبقى الامل الوحيد لنا كعرب المنتخب المغربي. المنتخب المغربي عليه كل الامال، عنده لعبة ويا جنوب افريقيا، مباراة راح تكون صعبة، ولكن هم قدها وراح يكونون ان شاء الله الفوز حليفهم، وهم المرشحين للقب. يعني ان شاء الله المنتخب المغربي عطفا على الاداء اللي قدمه بالدور الاول، عطفا على الاداء اللي قدمه بكأس العالم، هو اليوم يعني في بعض الاتحادات او بعض المدربين او بعض اللاعبين يعتبرون المنتخب المغربي قدوة، فان شاء الله يبقى قدوة ويستطيع التتويج باللقب، اللقب الغائب يعني قريب 50 سنة او اقل 50 سنة بشوية المغرب ما توجت بكأس افريقيا. ان شاء الله هاي السنة نحصل كأس افريقيا المنتخب المغربي ويكون التتويج عربي. تحية لكم واتمنى لكم مشاهدة طيبة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك، دمتم طيبين.